اهلا بيكم في قناتكم قناه اثار شطرنج. النهارده دروب جديد نتعلم منه اوبننج جيم اند جيم. قبل ما ابدا الدور بحب اشكر طبعا الاستاذ سولي. سولي 3 ستات، ان هو فعلا دعمني. سيبك من الفلوس اللي دعمني بيها ولا حاجه، ولا بعت لي فلوس ولا حاجه. آه، فكره ان هو مهتم بالقناه وان القناه تعلى وعاجبه المحتوى، دي حاجه عندي بالدنيا كلها. بشكره من كل قلبي ورب اشوفك على خير ان شاء الله. يعني نعمل كاستم 10. لو طول هنبدا على طول، نعمل على طول من غير اي تحديد، يعني تقييمه كده يعني. ان شاء الله الفيديو اللي جاي ان شاء الله هوريكم ازاي ترد على السكوتش جامبت. سكوتش جامبت تفريعه جميله جدا، بتدي الاسود دور قوي. اه، واحد اي ام 2668. ماشي. الراجل ده كسبني قبل كده، اعتقد كسبني قبل كده وتعادلت معاه مره. اه، لعب كمان ده الفاريشن. نجرب مع السي 5 ونشوف هتعمل معاه نتيجه ولا لا. طبعا خلي بالكم، احسن رد على السي 5 يعني هو بقى، لو انا بالنسبه للاسود انه يلعب حاجه زي كده، دي احسن حاجه ليا. هو اكل على طول طبعا. خد بدأ تاني عادي جدا. عنده بقى طبعا يلعب حاجه زي كده، بلعب كوين سي 7 عادي جدا يعني. الراجل ده نتيجه بيني وبينه 1.5 يعني كسبني دور تعادل معايا دور. كويس. اه، كوين سي 7. طب خلي بالك، ده انا بلعب اللي هو اللي يعتبر دلوقتي البيست موف. انت كده سبت له بدأ، وممكن تسيب له التاني. حمل الراجل البدأ ده. طيب نلعب دي، عايزين البدأ. بيلعب ايه؟ ممكن يلعب حاجه زي كده دلوقتي هو طبعا. طيب احنا ممكن هنا اعتقد تربيتها كويسه، اعتقد يعني في الموقف ده. هتقولي ليه؟ اقول لك انا عايز الكش دلوقتي دي، فغطي بالحصان، فعايز العب دي. طبعا في وجود الفيل ده ممكن ياكل بكش على طول، لكن لما ياكل انا مبيت باكل ده عادي جدا بتيمبو. فاعتقد تربيتها كويسه، بس طبعا مش فاكر انا التفريع ده بصراحه بتلعب على ايه يعني. اعتقد ممكن حاجه زي كده برضو، اتش 5. بس طبعا ينتشر عادي بقى، يطلع بحصانه عادي جدا، العب دي يحمي، يلعب بي 4 يعني. لكن تربيتها طلبت تهديد مباشر اعتقد يعني. عايزه دي، عايز كش واخد الفيل. طبعا اللي يغطي بالحصان العب دي 4. هات حصانك، لو اكل كده باكل كده بتنبو بقى. عايز اكل دي كمان بكش. طبعا هو اكل على طول، لازم ياكل على طول طبعا. هنا بيقول لك الاكله دي كويسه ليه بقى. هات البيضه حماه، بلعب حاجه زي كده. هات ده وهات ده. اعتقد يعني ده اللي انا بفتكره يعني في التفريعه دي يعني. اه، ما اعرفش هو مش عايز يلعب دي ليه، مع انها كويسه على فكره. انا شايفها كويسه، بس ارجع ورا على طول يعني. طيب نلعب دلوقتي دي ولا العب دي؟ هو طبعا ساب لي بيضه هنا، خلي بالكم. ساب بيضه، ما اعرفش سابه ليه. سابه كده، ما هو ممكن مش واخد باله منه، مش عارف. هي دي معناها ايه؟ عايز يطلع بحصانه ويبيت طويل. طب انا ناكل ده ونشوف. اعتقد ما عندوش حاجه ايه، ما عندوش حاجه خطر قوي يعني. الملكي برضه مبيت طويل ومتامن شويه. هلعب دلوقتي هدا. هو كده عايز يبيت قصير دلوقتي. هدا بمنتهى البساطه يعني، كده عايز ياكل. طبعا مش اكلته مش حلوه طبعا، يحميه طبعا. هو طبعا حتى لو اكلته مش حلو، بيطلع بالحصان بيرخ وبتيجي عليا.
ممكن اطلع ممكن أعمل حاجة زي دلوقتي. اكل ده كده دلوقتي. نلعب دلوقتي دي الاول. عايز دي. عايز الفيل. الفيل ممكن يجي هنا كده. بس لو جيت هنا خلي بالكم يطلع بالحصان بتنبو. ادي الفيل بقى وعايز العب كده. طيب انا ممكن ارجع كده دلوقتي. هات الحصان ده. حتى لو يعني لعب حاجه زي كده ما تخوفنيش. بس طبعا عايز دي خلي ارجع ورا خالص. بس طبعا دي هيبقى طالب فرق بس عادي يعني. هات الوزير. امشي هنا. لا لازم امشي هنا على فكره عشان ما يجيش هنا. بس لو جيت هنا على طول يلعب دي بعد كده يديني كش كده وياخد دوا وتبقى هيصه. ارجع كده على طول بس يلعب دي. لازم اكل الحصان بتاعه. اكل باكل. نلعب ده عادي جدا ولا ايه بس. دول ابتدى يبقى ايه وحش. هلعب دي. عايز العب دي. عايز اكل ده. طب ممكن العب حاجه زي كده. العب دي. توقع يعني. العب دي. يلعب دي. خلي بالكم دي جامده أوي دي. ممكن اخش كده بس يلعب حاجه زي كده تبقى العب دي على طول. خلاص قفلت الدنيا. لو لعب دي خلاص ساعتها بقى بمشي بالوزير ياكل بكش امشي تحتيه وخلاص. هي دي اعتقد كويسه دلوقتي. لا كان فيها مش الملك. مش عايز العب دي. مش وحشه برضه. ممكن اكل كده على فكره. اكل كده. ياكل وزيره. لا لو كلب هطلع ملك اتنين على طول. هكون ملك اتنين على طول. هطلع ملك اتنين. اكل كده. هطلع كده على طول. مش صح. باكل. يجيب وزير بكش. طب لعبت ده غلط طبعا. بيربط لي ما يقدرش يربطه صح. هطلع كده صح عادي يا عم. ايه الخوف بس. خوفنا ليه بس. ما عندوش دي. اي حاجه هكسر معاه. العب رخ واحد والدنيا حلوه. اطلع بفيل اتنين. بدأ مش هترقى ان شاء الله. اه عايز اكش دي. باكله كده عادي.
اديني كش غطي بالبيضة، فيلو متعلق، فيلو متعلق. اداني الكش دي غطي البيضة عادي جدا، البيضة مش هترق ابدا. كده اعتقد لازم يطلع بالملك بتاعه عشان ما يخسرش قطعة. طبعا بكسر معاه لغاية ما البيضة وقع. بس طبعا اللعبة صعبة برضه، لسه في لعبة برضه جامد. مش ما العبش رخ واحد على طول، لازم العب حاجة زي كده. بي 6 يشدني كش اخش كده، يبقى في حضني كده خلاص. طبعا ما خدش باله من دي، هو خلي بالك ما خدش باله منها. لعبة قوية مش باينة. طبعا الكش ده خلاص معناتها له الكش العب بي 6 في وشك، هات يا عم وزيرك ده هيعمل ايه؟ طبعا لو اكل برخ بقى هاكل الفيل بكش واخد رخ وخلاص، معايا قطعة بقى، قطعتين كمان، معايا رخ صافي في الاخر. كده لازم اكسر معاه. اكل واكل بكش والعب بي 6. عايز اخش الملك كده اعتقد يعني، بي 6 عشان مديني كش دي. اخش كده، خدت البدأ بتاعي وزي الفل، والعب رخ واحد وايه، والدنيا امان. يعني متوقعة، متوقعة بس ما تخوفش، العب كده عادي دلوقتي. لو لعب دي باكل. ممكن العب رخ تلاتة على فكرة، اديني كش بغطي. زي حبيت باجي برخ التانية. اعتقد كويسة الرخ تلاتة دي، رخ دي 6 دي كويسة اعتقد يعني، اعتقد. اداني كش بغطي، كل اكل، لعب دي باكل. بس طبعا دي لازم عايزة لعب دقيق برضه. مش عارف صح ولا غلط. لا انا هاجي كده واخد ده. اعتقد يعني بيست موف دي، اعتقد يعني اي حاجه غيرها يبقى في عنده لعب جامد، يبقى عنده حاجات زي كده، عنده دي على الهوا في لعب جامد. دي برضه لعبها برضه. ممكن العب دلوقتي كده خلي بالكم. ياكل بكش باكل. دي اعتقد اجباريه دلوقتي. كش باطي، اكل بكش مشيت. لا مش حلوه دي. دي يديني كش كده، ممكن امشي على طول. ياكل ده، اكل كده. بس لو اداني كش خلي بالكم مغطيت مش حلوه. بياكل باكل، ياكل ده، عنده بدقين سالكين هيتعبوني. روح واحد اعتقد احسن حاجه. اكل بكش بمشي، اداني كش امشي برضه مش هغطي. امشي على طول. ما عندوش حاجه، ده محمي. دي بقى اللي جامده دي. بس عادي على فكره يعني مفيش حاجه، ممكن اكل كده على طول، ايه المشكله يعني؟ بس هيعمل بكش دي، اكل ده عادي دلوقتي. اكل كده اديني كش دي، لازم انزل هنا كده لازم.
حرام يعني، ده كده كده حرام. كده انا عندي الدور ده مكسب في الموقف ده. انا اشوف بس الموقف الاخير ده بس، يعني معلش يعني شوف الموقف الاخير ده بس. اه كش مشيك كده، لعب دي، اكل ده، اكل ده، انا عايز اكل ده، يلعب دي خلاص. ممكن كده غلط، دي غلط على فكره، ممكن دي كش كده. هنحل الدور من اوله برضو، لان فعلا دور خساره يتخسر بصراحه، انا عملت بلندر قاتل في الاخر. اي 4 سي 6 دي 4 دي 5 اي 4 في 5 اتش 4 طبعا ده الفاريشن. لعبت سي 5 اكل 3 بالحصان ربطني. كوين سي 7 طبعا احسن حاجه. بيشوب اف 4 او نهى الانجن. بيقول لك انا العب اي 6. ما اعرفش اي 6 انا عايز العبها، بس انا خايف من ايه؟ اي 6 حاجات زي كده. بيقول لك العب دي، تلعب دي حتى لو اكل بالبدء، يعني اكل حتى كده بالبدء كده، هو بترجع كده عادي. طبعا ما جاتش في بالي على فكره، عارفها النقله دي، بس ما خدتش بالي منها. حتى لو اكل كده برضه، بس طبعا دي مش صح. يبقى كنت بكش على طول، ما لازم ياكل بالبدء. ممكن يكون شخص بيقول لك بيلعب حاجه زي كده، يعني يحمي دوت البدء الطويل دورك كويس. يعني مش عارف، لا بس تسيب له قطعه ده كده، انا مش فاهم انا ده ايه ده. بيشوب اس 3، بيشوب اس 3 تبقى طويل، وسيب الفيل ده مش عارف يعني. بيقول لك تبقى طويل لو اكل كده. كوين اي 5 يلعب دي تاكل ده. لو طبعا لو طلع في الان سي 3 بتلعب دي 4. مش عارف تفريعه طويله برضو، مش عارف انا بصراحه يعني. ولعبت انا هنا ايه، لعبت انا هنا تبقى طويل على طول مباشره يعني. اكلت بالوزير طبعا. لعب كوين دي، مش عارف انا حكايه ايه منظرها دي يعني، مش عارف. هو طبعا هنا لو لعب حاجه زي كده مثلا تاكل ده على طول خلاص. طلب بيض او عايز احميه. وبيفور اعتقد مش حلو يعني، بيفور تلعب حاجه زي دي 4 دورك كويس، منع انه يتحمي تاني. بس لو لعب حاجه زي كده بقى طبعا عنده لعب برضه كويس، برضه لعب حاجات زي كده. بيقول لك تاكل ده. انت طبعا تلعب دي على حس دي. المهم هو لعب هنا كوين دي 4. لعبت اي 6، اكلت بيض على طول. بيقول لك هنا اي 6 برضه. تلعب اي 6. لو لعب بي 4 تلعب بي 6 دورك كويس، تاكل بالوزير ودورك كويس. ده كلام الانجن يعني. طبعا انا اكلت هنا البيضه، ده ملوش لازمه بصراحه يعني. لعب طبعا هو برضه مش احسن حاجه. لعبت اي 6 هات البيضه. لعب بي 4. لعبت بالحصان عايز اطلع هنا. طبعا هنا طلب الفيل، مشيت بالفيل. طلع بالحصان هاته. مشيت هنا زح الفيل. كلت اكل ده اجباري. كل الكلام ده هو متفوق واحد دلوقتي، هو كده تفوق واحد. ثلاثة الحصان كسرني. طبعا لعب بفايف. اكل. مشيت هنا. طبعا بيقول لك هنا امشي بملك على طول، دي افضل نقله طبعا. بس انا كنت خايف من دي، يعني انا امشي ملك يلعب دي طبعا دي قويه. ترى امشي بالوزير هنا. طبعا لعبت كده راح لعب دي طبعا ضعيفه. لعبت في 6 راح لعب دي ضعيفه. اكلت هنا طبعا دي بلندر، هو ما عرفش يرد عليها. بيقول لك كل كده عادي، تاكل ياكل تاكل ده دورك كويس. طبعا انا اكلت هنا. اكل كده مشيت بالملك. طبعا لعب هنا لعب وحشه، كان عنده دي قويه راح لعب كده بلندر. اكلت ده خلاص. مشي بالملك. طبعا رحت كسرت معاه كله في كله. ولعبت هنا روك دي 6. لعبت طبعا بي 6 مش ضعيفه. بيقول لك العب هنا روك دي 6 على طول مباشره في الاول، قبل ما العب دي واجي هنا واجي على طول روك دي 6. غطيلي يا عم على طول كده. طبعا لعبت دي مالهاش لازمه عشان اخش ملك قال. لعب دي. لعبت رخ ديك 6. لعب دي. لعبت رخ واحد. داني كش مشيت، ده كله تمام. لعب دي بقى المفروض كنت اكل بالملك على طول. انا لعبت البلندر يعني، المفروض في الموقف ده اكل كده. ينزل هنا خلاص. عندي كده، عندي كذا حاجه. عندي دي 4، عندي دي، وده في حضن خلاص. طبعا ما اقدرش اكل، خلي بالكم كده بيديني كش دي. فخلاص يعني العب اي حاجه. طبعا لعبت البلندر. طبعا نزل في 7 خلاص بقى. طبعا ما اقدرش اكل بيها، طبعا ما اقدرش اكله. اضطريت امشي هنا. اداني كش مشيت كش. طبعا نزل خلاص بقى. نزل اي 7 عايز دي. عايز دي بكش خلاص ملاش حل. لازم تاكل كده اجباري. دول طبعا ليكوا شايفين. تبقى انت لاعب الدور بكل قوه طول الدور، وتيجي في نقله تهيف تخسر الدور. ده درس نطلع بيه النهارده، يعني انك انت دور خلاص. هو كان عنده احسن طبعا في الاول. بعد كده قلب الدور بقيت انا احسن. بعد كده جيت انا في الاخر رحت عملت بلندر خد الدور. مش مشكله عادي، احنا بنتعلم.
انا بتعلم معاكم، يعني انا بلعب بقالي فتره كبيره جدا وخبره كبيره، بس الواحد الشطرنج طول ما واحد انت بتلعبه بتتعلم على طول باستمرار. طبعا للمره الثانيه بشكر الاستاذ سولي على الدعم بتاعه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس ونوصل لكل جديد. سلام.